صباح الخير عليكم ولا مسا الخير عليكم، وين ما كنتوا يلقاكم هذا الفيديو بخير ومهنيين. جيتكم اليوم بهذه الوصفه جديده، ساندويتش كبده فريت. واش نقول لكم، مخدوم في الدار خير من تاع برا. راح يعجبكم، يوالم للصيف للخرجات والنزوهات. نجوزو نشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه راح نحضر لكم فيها هذا المطلوعات ولا النص مطلوعه. كيفاش درتهم؟ درت كاس سميد رطب كما راكم تشوفوا، ودرت له مغرف خميره تاع الخبز، مغرف سكر، وكاس ونص تاع الماء. نخلط كلش. شو راح ندير؟ بغرير، وانا ما حاش ندير البغرير. نتحصل على القوام تاع البغرير، نخليه يرتاح لي واحد ل5 دقائق ولا حتى يتفاعل، ونعاود نولي له. نعاود لكم العجينه تاعنا واش فيها كاس سميد رطب. كاس سميد رطب راح نديرو خليط بين ماء وحليب، مغرف خميره تاع الخبز، ومغرف سكر. هنايا الماء درت الكاس الاول درتو خليط بين ماء وحليب، والدوزيام درت نص منه ولا ربع تاع الماء برك. الا ما عندكمش حليب نورمال، حليب سائل، ديروا مغرف ولا زوج حليب لحظه. انا هاليك القوام اللي قلت لكم تحصلوا عليه شغل القوام تاع البغرير. نخلطه نخليه يتفاعل مده 5 دقائق حتى 7 دقائق. نغطيه ونخليه بجهه. هاد الوصفه هايله. شوفوا مطلوعات يجوا خفاف وفارغين، والساندويتش واش نحكي لكم بنه هبال 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 هبال. جربوه ما حيش تندموا عليه. شوفوا هنا بعد ما اختمر لي هذاك الخليط الاول، راح نزيد له. رايحه نزيد له الملح بيان سور، ما تنساوش الملح. ونزيد له حوالي 4 مغارف تاع الزيت اللي هي ربع كاس تاع الزيت، ونخلط مليح. ومن بعد جبت الفارينه، والفارينه لازم تكونوا مصيرينها. درت 2 كيسان على جهه. انا دات لي الفارينه 2 كيسان وشويه برك. نتوما على حساب النوعيه تاع الفارينه تاعكم، تقدر تدي لكم 2 كيسان، تقدر تدي لكم كاس ونص، تقدر تدي لكم 2 كيسان ونص، يعني على حساب الكميه اللي درتوها تاع الماء والحليب. هنايا واش راح ندير؟ ما نعجن ما والو، راح نطمها برك. هاد المطلوعات خفاف ما فيهم تعب ما والو، توجديهم على وقفه يعني. شوفوا هنايا درت الكاس الثالث راني ندير منه شويه. المهم دات لي حوالي 2 كيسان وشويه. هنا راني غير نطم، ما نعجن ما ندلك ما نكسر راسي ما نعيي روحي. شوفوا هنايا نطمها مليح، ومن بعد نحطها فوق البلون دو طرافاي، ونطم نبقى ندي ونجيب فيها حوالي 2 دقائق ولا 3 حتى تولي لي ملساء. قوام العجينه اللي نحوسو عليه هنايا لازم تكون تتلاصق نوعا ما كيما العجينه تاع المطلوع اللي نديروه. وهنايا السر تاع هاد المطلوع كيفاش نطيبوه في الفور عادي، في الكويزينيير. شوفوا الا كانت الكويزينيير تاعكم تشعل من الفوق ومن التحت في نفس الوقت، شعلوها في نفس الوقت. خليو السنيوه تاعكم تسخن وديروهم يطيبوا، يطيبوا لكم من التحت ومن الفوق في نفس الوقت. بصح اذا كانت الكويزينيير تاعكم كيما ديالي تشعل من التحت برك، ومن بعد نطفي لها ونشعل من الفوق. شوفوا واش ديروا، تشعلوها من التحت، ديروا السنيوه تاعكم تخلوها تسخن مليح، ومن بعد كي راح تبداو طيبوا فيهم طفيو من التحت وشعلوا من الفوق. اول حاجه راح يطيبوا لكم من الفوق، ومن بعد قلبوهم وطيبوهم من التحت. هنايا راني طميتها، درت شويه زيت الزيتون ولا زيت العاديه، حطوها تخمر. بعد ما خمرت لي العجينه تاعي، شوفوا هنايا راح نديرهم كويرات. شوفوا تقدروا ديروا 2 خبيزات كبار وتقسموا المطلوعات تاعكم، سينو ديروا كيما درت انا، قسمتها على 3، ومن بعد كل خبزه قسمتها على 2. وراح يجيكم هايل خفيف، يعني توالم للخرجات، توالم ندوه معنا للبحر، علاش لا. وصفه صيفيه بامتياز. وعن بالكم وليداتنا هذا واش يحبوا؟ غير لي ساندويتش في الصيف. ماذا بيهم ما ياكلوا مراقي، ما ياكلوا لي كغاتا، ما ياكلوا تشكتوكات، ما والو. ديري لهم هكذا ساندويتشات وانتي تهنيتي. هنايا بعد ما درتهم قريصات صغار، جبت البابي كويسون ورايحه نفتحهم فوق البابي كويسون. شوفوا نفتحوهم سمك متوسط، ما ديروهمش خشان، ما ديروهمش رقاق بزاف. السمك تاعهم راح يكون متوسط. عاونوا روحكم بالسميد رطب باش ما يتلصقوا لكمش.
تقدروا طيبوهم خبزات هكايا ومن بعد تقسموهم. انا فضلت نقسمهم على جهه نقص عليا الخدمه. شوفوا السمك تاعها ماشي رقيقه بزاف وماشي خشينه بزاف. واش رايحه ندير؟ نجيب كوبات ولا موس ونقسم هذيك الخبزه على زوج. تقدروا طيبوها كيما راهي ومن بعد تقسموها، ولا قسموها مباشره تحصلوا على نصفين. هذه الكميه دارت لي انا 3 مطلوعات، يعني كل مطلوعة قسمتها على 2 عطات لي 6 نصوص. هنا جبت هذوك المخمرات راح ندير فيهم هذاك المطلوع تاعي يخمر لي. غطيتهم بالطرشولة وخليهم يخمروا. وفي هذا الوقت تكونوا دايرين الفرن تاعكم يشعل كيما فهمتكم. اذا كان يشعل من الفوق ومن التحت في نفس الوقت شعلوا من الفوق ومن التحت يسخن لكم السنيوه ومن بعد طيبوا المطلوع تاعكم. واذا كان يشعل غير من التحت كيما انايا ومن بعد نشعل من الفوق، سخنوا السنيوه تاعكم من التحت ومن بعد طفيوا لها وديروا المطلوع تاعكم شعلوا له من الفوق. راح يطيب لكم من الفوق، ما تقلبوه يزيد يطيب لكم من التحت. وهنا تكونوا وجدتوا المطلوعات تاعكم. انا نكملهم كاع بهذه الطريقه ومن بعد نشوفوا واش راح نزيد ندير. انا بعد ما خليت المطلوع تاعي يخمر ورحت جبت هذوك الكبدات تاع الدجاج، كبده تاع الدجاج كنت غسلتها مليح بالماء والخل، مليح مليح. وما انا نقطع فيهم، انا نقطع فيهم. ومن جهه اخرى رحت درت المقله تاعي واش درت فيها؟ درت فيها شويه زيت، درت فيها مغرف كبيره تاع زبده ولا مارغرين. انا هنا استعملت زبده. حطيت هذيك الكبده بعد ما سخنت لي هذيك الزيت مع المارغرين ولا الزبده. حطيت هذيك الكبده وبقيت ندي ونجيب فيها في هذيك الزيت. ومن بعد واش درت لها؟ درت لها الفلفل الكحل، راس الحانوت الكزبر، درت لها راس الحانوت فلفل الكحل والكمون والملح وشويه عكري على راس المغرفه. تحبوها شويه حاره ديروا عكري حار. انا هنا كميه صغيره، يعني كمية صغيرة. تحبوا تضاعفوا الكمية أنتم أحرار. هنا درت مغرفة خل، علاش؟ باش نحو لها هذوك الريحة تاعها. دي فوا الكبدة تجينا فيها هذيك المرورية، الوغ كي درت لها الخل زدت قضيت على هذيك الريحة تاعها. يعني صراحة أنا ما نحبش الكبدة كي نذوقها تجيني مرة. هاد المرة بهاد الوصفة جات ولا أروع. قلت لكم واحد الوصفة ساندويتش كبدة فريت خير من تاع برا. هنا درت لها ثوم ودرت لي زيبيس، الثوم ما تنساوهاش بيان سور. نطيبها مليح نخليها حتى تاخذ لي ديك التحميره، نزيدوا لها شويه معدنوس وتكونوا قليتوا رميه ولا زوج رميات بطاطا باش نخلطوها معاها. دي فوا نشرو هذا الساندويتش نشروه من برا، ساندويتش كبده فريت. كاين اللي يبيعوا بنين وكاين اللي يعني ما ينتكلش. بصح كي طيبيه في الدار حاجه مضمونه وبيدك والله غير صدقوني راح يجيكم ما شاء الله. شوفوا هنايا كيفاش راني نطيب فيه. هنا راهي طابت لي هذيك الكبده. تحبوا هنا تحبسوا تخلوا هذيك لاصوص تاعها، تحبوا تخلوها حتى تنشف. هنا ثاني بالمناسبه انا هاد لي ساندويتش قدمتهم بدون صلصات. تحبوا ترافقوه باي صلصه، صلصه ساندويشات رافقوه، يعني انتم احرار. انا كنت رافقته بدون صلصات، درتو هكذا. كاين ساندويتش واحد برك درت له شويه هريسه شويه مايونيز ما كترتش. هو البنه بدون صلصات، بصح تحبوا ديروا الصلصات ديروا صلصات، يعني انتم احرار. هنا جبت هذيك رميه تاع البطاطا زدتها. قلت لكم انا راني دايره كميه صغيره على حسب افراد العائله. انا ولادي صغار ما يحبوش الكبده وغير الزوج يعني. وانا ما عندي حاجه فيها. بصح هاد المره كي ذقت هاد الساندويتش صدقوني هبال تاع الدنيا. هامليك شوفوا المطلوعات تاعي كيفاش راني نطيبهم. هنا كنت طيبت الاولى، كنت سخنت هاد السنيوه خليتها سخنت مليح ومن بعد درت المطلوعات تاعي. شوفوا كيفاش يبداو يتنفخوا لكم، راح يطيبوا لكم غير من الفوق، ياخذوا التحميره هذيك من الفوق يطيبوا ومن بعد حنا نقلبوهم. شوفوا كيفاش يتنفخ. خبز ناجح مليار في المية وساندويتش كبده فريت بنين بنين بنين، يعني ما عندي ما نشكر. اللي لحقت لهاد المرحله نقولها زيدي كملي الفيديو في ميزان حسناتك، ما تبخليش عليا بالجمل الفيديو. بارطاج مع احبابكم وصحابكم، واللي مازال ما اشتركتش في القناه ولا اشتركي في القناه فعلي الجرس حتى يصلكم كل جديد. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم كامل يا ربي. هنا راني بديت نفاخسي في هذيك لي ساندويش تاعي. كنتو شفتوا المطلوع كيفاش جا خفيف فارغ ماشي معجن، والاهم الخفه هذيك والبنه. واش نحكي لكم شهيتكم في الجنه. على بالي بلي رايحين تجربوه
وترجعوا لي كامل في التعليقات باللي نجحتوا فيه وعجبهم كامل. شوفوا لي كيفاش جا الخبز هذاك ولا اروع. هنا كنت درت شويه شلاضه، وتقدروا ديروا بلا شلاضه، ديروا غير هكذاك الفريت والكبده بلا ما تزيدوا هذيك الشلاضه. انا بالعاني زدت شلاضه. فوالا، كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم. ساندويتش فريت كبده على الكيف، بنا هبال تاع الدنيا. ما تبخلوش عليا بالجمل الفيديو، بارطاج مع حبابكم وصحابكم. انتظروني دائما في وصفات صيفيه خفيفه ظريفه باذن الله. قناه وصفات ام الاولاد، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. طلعوا لي في روحكم بزاف بزاف، وانتظروني في الجديد باذن الله.